من أحلى الأطباق المحببة لقلبي طبق الفتة بالخل والثوم. تعالوا نشوف طبق الفتة الجميل ده أنا بعمله إزاي، والطريقة المعتمدة بالنسبة لي دايما أنا بعملها إزاي، وطريقة سلق اللحم. النهاردة أنا هشتغل بكمية اللحمة المتاحة ليكي، نجيبها كده من جزار موثوق منه، بحيث تطلع لنا طعم حلو كده للشوربة. أنا بغلي حلة مية زي ما احنا شايفين، وببقى غسلة اللحمة كويس جدا ومصفياها كويس جدا ساعة أو 2، حاطة تحتيها طبق كده وهي في المصفى في التلاجة، بحيث تنزل كل السوائل اللي فيها، أو عشان ما تطلعليش ريم كتير زي ما احنا شايفين. طالما تغسلي اللحمة كويس وتصفيها كويس، نيجي نسقطها في الشوربة بتاعتنا كده أو في المية اللي بتغلي، عشان نعمل بيها أحلى شوربة ممكن تدوقيها بقى. أفضل أقشط الريم بتاعي كده كل اللي يتكون. بصوا، هي ما كملتش، ما عملتش ريم كتير، لان انا زي ما قلت لكم مصفيه اللحمه كويس جدا. تغلي معايا كده، وبحط فلفل اسود وكام حبهان وفتحاهم طبعا عشان يطلع النكهه بتاعتهم، وبصلايه مقطعه كده زي ما احنا شايفين، وحبايه واحده طماطم بس. واسيبها تغلي بقى الوقت اللي انا متعارف عليه بتاخد مني ساعة ونص او ساعتين على النار. ويا جماعة دايما نزود اللحمة مية بتغلي، ما ينفعش ازودها مية باردة من الحنفية عشان ما تأخرش سواها. قطعي العيش بقى بشكل عشوائي او بالمقص زي ما احنا شايفين كده، وبحمصه بمعلقة زبدة في الصينية. بحب يعني عشان يشرب كده من الزبدة ويدينا طعم حلو قوي في الفتة. اللحمة بتاعتي كده استوت وبقت زي الفل اهي. يعني هي خدت ساعة ونص، وانا سبتها ربع ساعة احتياطي كمان على النار. شايفين الجمال والشوربة، لون الشوربة عامل ازاي. ناخد بقى التوم بتاعي، سواء مفرزاه او انتي عاملاه، واحمره، يعني احمره في حتة سمنة ومعلقة زبدة عشان يدي طعم، او لو عندك طبعا سمنة بلدي لا يعلى عليها. احمر بقى التومية بتاعتي كده الجميلة دي لغاية ما تديني اللون الذهبي الحلو. وببقى محضرة طبعا الخل والليمون بتاعي والشوربة بتاعتي، بس ما بحطهمش غير لما التومة بتوصل معايا للون الذهبي. تمام كده. انزل بقى بمعلقة خل حلوة كده، وعصرة ليمون، وكبشتين الشوربة الحلوين زي ما احنا شايفين كده. الكمية اللي انت عايزاها طبعا حسب الفتة او المقدار اللي انت هتعمليه، وهسيبها تغلي غلوتين ونص فص ماجي حسب الرغبة. لو حابة تحطيه، مش حابة تحطيه براحتك. بسيبها تغلي شوية كده عشان التومة تستوي معايا. اروح اجهز بقى الخطوة اللي بعدها، واحط العيش بتاعي زي ما احنا شايفين كده، واسقيه بالشوربة السخنة بتاعتي، واسيبه لمدة 5 دقايق 7 دقايق، بحيث يشرب كده من الشوربة بتاعتي، عشان يطرى شوية يبقى تحت الرز. وببقى عاملة طبعا الرز الابيض معاه، زي ما احنا عارفين الفتة بتحب الرز الابيض. بحب احط كده فوق العيش معلقة من الثوم قبل الرز طبعا، وافرد طبقة الرز المناسبة لكمية العيش اللي انا حطاها كده، او حسب على قد اللي هياكل يعني. افرش الرز الابيض بتاعي كده، واديله بقى رشة التومة من فوق الوش كده. تبقى دي عندي الفتة بالخل والثوم، احلى طبق ممكن تاكليه. واللحمة طبعا المسلوقة بتاعتي او عايزة تحمريها كان بها حسب الرغبة. لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا الفيديو، اتمنى يعجبك وتجربي طريقة سلق اللحمة زي ما احنا معتمدين كده، لان في ناس بتحب تشوح اللحمة الاول، لكن انا بفضل ان انا اسلقها في المية زي ما احنا شفنا الطريقة، وبتديني شوربة حلوة وطعمها افضل. اتمنى يعجبكم الفيديو، لايك وشير، واشوفكم دايما في وصفة جديدة.